زهقت من شكل موبايلك صح؟ انا عارف، وكمان عارف افكارك الشيطانيه عن حوار تغيير الموبايل، وبعد ما تبص طبعا لاسعار الموبايلات كل الافكار دي بتروح. فانا هخليك تغير موبايلك من غير ما تغير موبايل، هفهمك ما تقلقش. بس انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب ويلا نبدا في الفيديو. السلام عليكم. انا جاي النهارده علشان اعرفك ازاي تغير شكل موبايلك اللي انت زهقان منه، الشكل الممل والايقونات المنطوره والحاجات التقليديه دي، لشكل روش زي اللي قدامك ده. رايق صح؟ هنعمله بقى النهارده مع بعض من خلال بعض التطبيقات الخفيفه، وطبعا التطبيقات دي فيها حاجات فري وفيها حاجات مش فري او حاجات مدفوعه، ولكن احنا هنستعمل الحاجات الفري. وطبعا لينكات اي حاجه هنستعملها هتلاقيها تحت عندك في الديسكريبشن، وانت نازل لهم اعمل لايك بالمره. وبرضه هتلاقي لينكات لابلكيشنات بتدي لك افكار برضه لتصميم الهوم سكرين، وهم باليت وتروبكس وبرو سكرين. نبص برضه على باليت علشان افهمكم الفكره عامله ازاي. باليت هو عباره عن بلاتفورم كامله فيها اشكال الهوم سكرينز مختلفه. طبعا كل شخص بيعمل الهوم سكرين بتاعته بيقدر يضيفها على باليت علشان انت كمان تقدر تستفيد منها. ومش بيحط لك الهوم سكرين ويسكت، لا ده هو بيحط لك الهوم سكرين وبيقول لك استعمل ايه بالظبط علشان يوصل للهوم سكرين دي. وكمان لما بتضغط على اي حاجه عاجباك بتقدر تشوف هو استعمل لانشر ايه، استعمل ايكونز ايه، واستعمل ويدجت ايه، واستعمل وول بيبر ايه. والاربع حاجات دول هم اي حاجه بتتعمل علشان تقدر توصل لهوم سكرين روش. زي ما احنا برضو النهارده هنستعمل الاربع حاجات دول. اول ابلكيشن فيهم هو لاينز فري، وده اللي هنستعمله للايكونز. تاني ابلكيشن وهو وولز بي واي، وده اللي هنستعمله للوول بيبر. وتالت ابلكيشن وهو كي دبليو جي تي، وده اللي هنستعمله للويدجت. طب فين بقى الابلكيشن اللي هنستعمله لللانشر؟ ده احنا هنروح نحمله مع بعض، وهو النوفا لانشر. النوفا لانشر ده من رايي من افضل تطبيقات اللانشر، لان انت بتقدر تخصص فيه كل حاجه تحديدا. احنا المره دي مش هنخصص فيه حاجات كتير، ولكن هو فيه كده انت تقدر تدخل الاعدادات وتعمل ده بنفسك. وطبعا انت مش لازم تعمل نفس اللي انا هعمله، انت ممكن برضو يكون في دماغك حاجه مختلفه وانت حابب تعملها. وبرضو من مميزات النوفا لانشر ده ان هو بيدعم اغلب الايكون باكس، عشان انت لو في دماغك اي فكره مختلفه تقدر تطبقها على نفس الابلكيشن. طبعا هو اتحمل معانا وهنفتحه. اول ما بتفتحه بتلاقي فيه تخصيص حرفيا لكل حاجه. انا مثلا مش هخصص كتير، انا بس هخلي اللون اسود، هخلي حجم الابلكيشنات 110. طبعا كل الحاجات دي انت تقدر تغيرها بعد ما تدخل جوه. وهاجي تحت خالص على الديسك توب سيرش بار، هنضغط تحت على السيرش بار بليسمنت وهنخليها نون، وبعدين هنضغط صح. طبعا انت دلوقتي ما وصلتش لاي حاجه خالص، انت بس النوفا لانشر اتفعل. بعد ما هتدخل عليه هيبدا يتفتح معاك. هتضغط على النوفا سيتنجز وهتضغط على سيت از ديفولت، وبعدين هتختار النوفا لانشر. كده انت تمام، انت هتكون كده فاتح النوفا لانشر على ان هو الابلكيشن الديفولت بتاع الهوم سكرين. بعدين بقى نفضي الهوم سكرين ونبدا في الخطوات بتاعتنا. كده احنا فضينا الهوم سكرين، ولكن سايبين فوق بس النوفا سيتنجز لان احنا هنستعملها لاخر الفيديو تقريبا. اول حاجه احنا المفروض نبدا بيها وهي الوول بيبر، ولكن انا تقريبا الوول بيبر اللي انا حاططها دي عجباني، ودي برده جايبها من وولز بي واي اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. بعد كده ثاني خطوه وهو ان احنا نطلع 9 من الابلكيشنز اللي احنا بنستعملهم يوميا. يا ريت تكون ابلكيشنز انت فعلا بتحتاجهم، علشان ما تقعدش تدخل لهم وتفتح الاب درور علشان توصل لهم، يكونوا قدامك على طول. كده احنا حطينا 9 ابلكيشنز على الهوم سكرين. هندخل الاول على النوفا سيتنجز، نخفي الاسم بتاعهم ونغير الترتيب بتاعهم. هندخل على النوفا سيتنجز، اول حاجه هندخل على الهوم سكرين، بعدين هنضغط على اول حاجه دي وهنخلي الخمسه اللي في الجنب دي 7. بعدين هنعمل دون، بعدين هنضغط على الايكون لاي اوت وهنضغط على ليبل علشان نخفي الاسم. بعدين هنرجع ونطلع بره خالص. كده احنا عندنا الابلكيشنات كلها من غير اسم ومرصوصين رصه مش مظبوطه. هنظبط رصتهم وبعدين نكمل في الخطوات. هو اهم حاجه بس ان انت تكون حاططهم في نص الشاشه مش اكتر يعني. وطبعا انت تقدر ترصهم الرصه اللي انت عايزها، ولكن انا بعمل اللي انا عاوزه. احنا كده رتبناهم، والخطوه اللي بعد كده وهي ان احنا نغير شكل الايكونز بتاعته، وده عن طريق الابلكيشن اللي احنا قلنا عليه في اول الفيديو اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، وهو لاينز فري. بعد ما ندخل على الابلكيشن ويفتح هنروح على العلامه الرابعه من فوق وبعدين هنضغط على نوفا. هو هنا بيشرح لك المسار اللي انت تروحه في النوفا لانشر او في السيتنجز بتاعت النوفا لانشر علشان تقدر توصل للتخصيص بتاع الايكونز في النوفا لانشر. هنضغط اوكي وهيحط الايكونز عادي. احنا كده طبعا عندنا شكل الايكونز، هو برده شكل كويس وحلو جدا، ولكن مش ده اللي انا عاوزه. انا برضو عاوز اعدل عليه. هنمشي على الخط اللي هو قال لنا عليه، هندخل على النوفا سيتنجز، بعدين اللوك اند فيل، وبعدين هنلاقي اللاينز فوق اهي هنضغط عليها. وكده احنا داخلين علشان نعدل كل حاجه في الاعدادات بتاعه الايكونز بس لوحدها. زي ما قلت لك انت بتقدر تخصص كل حاجه حرفيا في اللانشر ده. تقدر تغير مثلا شكل الايكون تخليها مدوره، تقدر تخليها مربعه، تقدر تخليها بشكل فلاور، تقدر كمان انت تعملها كاستمايز بالشكل اللي انت عاوزه، تغير الحواف بتاعتها من ناحيه وناحيه، لا اللي انت عاوزه كله حرفيا تقدر تعمله. ولكن انا مش هعمل اي حاجه من الحاجات دي، انت لو عايز تعمل ده طبعا اعمله. انا هاجي على الريشيب،
هنضغط على اولويز دي نعملها اوف، علشان انا عاوز الحاجه تكون كانها مرسومه كده لاين بس. وبعدين هنطلع بره هنشوف التغيير، وزي ما قلت لك انت لما طلعت بره لقيت التغيير اهو قدام كده، بدا الموضوع يوضح شويه. ودلوقتي احنا ما بقيناش عاوزين النوفا سيتنجز، نضغط عليها ونقدر نشيلها عادي خالص. والباقي بقى هو الويدجت، وده عن طريق الابلكيشن اللي هو KWGT. هنضغط في الشاشه ضغطه مطوله ونرفع لفوق وندور على KWGT في الويدجت، هو ده كاستم ويدجت. هنضغط عليه ضغطه مطوله ونسحبه لبره، هنعمل كرييت ونستنى لعند ما يتحط. هنعمل هنا كده ممكن تضغط على ريسايز وممكن تعمل زي ما حصل معايا كده، بس ما بتحصلش دايما يعني. بعدين هنغير الحجم بتاعه لحجم كبير زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نضغط عليه علشان يفتح لنا الابلكيشن. طبعا انت عندك هنا ويدجتس كتير جدا غير اللي موجودين اساسا في الابلكيشن، هم اللي فوق عندك دول وكلهم فري حرفيا. انت بتقدر تختار اي واحد فيهم وبتروح على جوجل بلاي علشان تحمله، وليكن زي ما انا ضغطت على ده نقدر نحمله عادي دلوقتي حالا، بس ده طبعا من الابلكيشن بتاع شاومي للتحميل يعني مش جوجل بلاي. تقدر برضو تحمله من جوجل بلاي عادي. اول ما يحمل بس هوريكم ظهر لي ايه. وطبعا احنا كده عندنا الابلكيشن اتحمل، هنضغط على اوبن ويظهر لك كل اشكال الويدجت دي حرفيا ببلاش، وكمان تقدر تعدل كل حاجه فيهم. انت بقى هتشوف الويدجت اللي عاجبك يعني، وليكن انا حاسس ده كويس، فبتقدر انك انت تضغط عليه بيدخلك من الابلكيشن من الاول. معلش بتدور على الويدجت اللي عاجبك، نشوف اللي كان عجبني قبل كده، مش شرط يكون هو يعني بس هو نفسهم، فانت هتشوف اللي عاجبك فيهم. هو انا حرفيا مش لاقيه بسبب كثره الويدجتس، ولكن احنا هنشوف حاجه تانية بقى بدل ما نقعد ندور في الفيديو. هو ده تمام، بس انا عدى عليا واحد تاني كان عاجبني اكتر وهو ده. بعد ما بتضغط عليه بتلاقيه يعني مش مالي الشاشه اللي قدامك دي، فبتضغط على لاير تبدا تكبره شويه، تكبره كمان، تكبره، تزود حجمه. هو كده كبر شويه فهنصغره تاني لعند ما نحس انه مظبوط. طبعا انت تقدر تغير حجم كل حاجه لوحدها، زي مثلا حجم الساعه بتروح على الايتمز بتختار الساعه وبتبدا تكبرها، يعني انت مثلا عاوزها بالحجم ده هتسيبها على كده. بعدين هتضغط على سيف، تطلع بره هتلاقي الويدجت اتضافت عندك، تبدا تسحبها لتحت شويه. طبعا في جزء اتقص فوق فهندخل تاني ونعدلها، هنروح على لاير ونصغرها كمان لعند ما الجزء اللي فوق ده يظهر لك. نضغط على سيف وبس كده، انت عندك الهوم سكرين كامله اتعملت في دقائق حرفيا وانت اللي عاملها بنفسك. طبعا انت تقدر تختار وول بيبر مختلفه تماما، تقدر تختار ايكون باكس مختلفه تماما، ممكن تختار ويدجت مختلفه. ده انا كمان كده دخلت من ويدجت من اللي جوه الابلكيشنات اللي جوه البرنامج نفسه اصلا فيه ويدجتس كتير، وكمان بيديلك لينكات لتحميل ويدجتس تانية مختلفه من ابلكيشنات تانية، وبتقدر تحمل كل الحاجات دي وتقدر تدخل فيهم وتشوف كل اللي عندك. وطبعا انت لو عايز ايكون باكس مختلفة هتقدر تدخل في جوجل بلاي وهتكتب ايكون باك وهيظهر لك اعداد كبيرة جدا من الايكون باكس تقدر تختار منها. والنوفا لانشر بيدعم اغلب الايكون باكس دي، ولو ما بيدعمهاش هتشوف لانشر تاني بيدعمهم وتقدر ترتب ترتيبة مختلفة. يعني انا رتبت الترتيبه دي على حسب احتياجاتي، انا محتاج 9 ابلكيشنز، ممكن تكون انت بتحتاج ابلكيشنز اكتر، ممكن تكون بتحتاج اقل، على حسب انت شوف نفسك، شوف الوول بيبر اللي انت حاططها لايق عليها ايه اكتر. وبس كده يا عم، انت هتلاقي تحت عندك في الديسكريبشن كل لينكات الابلكيشنات اللي احنا استعملناهم، وكمان لينكات الابلكيشنات اللي انت ممكن تجيب منها افكار. شوف بقى انت هتحتاج ايه فيهم وحمله. ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، واشوف وشك على خير.